مساء العسل على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا بقى هنا ما بيحبش البفتيك وبيخاف يعمله؟ ايوه، انا من الناس اللي بحب البفتيك، بس كنت بخاف اعمله من كتر ما انا فشلت فيه. يا اما الكفر يقع مني في الزيت، يا اما اللحمه تطلع بتشد كده ومش حلوه. النهارده بقى جايلكم بطريقه ناجحه ومضمونه في 100%. انا جربتها بجد، من بعد ما بحثت كتير وشفت كتير، بجد نتيجة تحفة. اللحمة دايبة، الكفر متماسك كده في البفتيك، بجد حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديو بقى وشوفوا اللحمة قد ايه دايبة وبتتقطع بكل سهولة، والكفر موقعش خالص حتى وانا بقطعها، والزيت هيفضل معاك نظيف وزي الفل. تابعي معايا الفيديو، ما تنسنيش باللايك. انا عندي هنا البفتيك بتاعي، رحت للجزار جبت نص كيلو، ده نص كيلو من البفتيك، هو دقهولي وظبطهولي تقريبا، بتبقى قطعية السمانة اللي بيتعمل منها البفتيك وكده. حابة تدقيه في البيت تجيبيه وانت عندك مدق تدقيه في البيت تمام، حابة تسهلي على نفسك زي كده وتخليه هو يدقهولك ويظبطهولك برضو تمام، مية مية. انا هنا جبت البفتيك بتاعي وشطفته كده شطفة بسيطة، ويلا بقى بينا نعمل التتبيلة الحلوة السهلة البسيطة اللي هتديكي نتيجة مضمونة 100%. عندي هنا الكبة بتاعتي، حطيت فيها كده بصلتين صغيرين كده متوسطين وهضربهم حلو، وهزود عليهم بقى كمان طماطمتين كمان صغيرين كده متوسطين، واحط عليهم قرن فلفل سبايسي، ده اختياري براحتك. وهزود عليهم كمان ربع كوباية من المية، عشان احنا في الوصفة دي هنحتاج المية بتاعة البصل والطماطم بس، مش هناخد التفل خالص. عندي هنا مصفاية بتاعتي، حطيت فيها البصل والطماطم اللي احنا ضربناهم حلو خالص في الكبة ونعمناهم، وهنزل بكل المية بتاعة البصل وبتاعة الطماطم. هينزل معايا المية بكل سهولة وكمية حلوة كمان، عشان احنا زودنا ايه، ربع كوباية من المية. اهو على المية بتاعة البصل والطماطم هحط بيضة، والتوابل بتاعتي سهلة خالص خالص وبسيطة. نص معلقة صغيرة من الملح، لاني هزود نص معلقة من بهارات اللحمة بيبقى فيها نسبة ملح. هحط كمان فلفل اسود، معلقة كده صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. وهي دي التتبيلة بتاعتي، مش هحط لها اي توابل تاني، ولا ملح سوري، ولا ليمون ولا خل، لان الخل والليمون من الحاجات اللي بتوقع الكفر بتاع البفتيك. هزود عليهم نص كوباية من الدقيق، ايوه نص كوباية من الدقيق، ده اللي هيخلي لي الكفر معايا حلو خالص ومتماسك كده ومش هيقع، وهتشوفوا معايا كل الخطوات. على فكرة انا عايزة هنا الخليط بتاعي ده ولا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل، عايزاه كده يبقى قوامه مظبوط كده ويبقى متماسك على قطعة اللحمة لما انزل بيها في الخليط ده. هقلب بقى الخليط بتاعي. شفت التوابل اللي احنا حطيناها سهلة وبسيطة خالص، مية بصل على مية طماطم على ملح على بهارات لحمة، بابريكا وفلفل اسود والسبع بهارات، ونص كوباية من الدقيق، وكده الخليط بقى معايا جاهز وزي الفل. ولا ليمون ولا خل، خليكي فاكرة ولا تحطي ليمون ولا خل. اهو كده الخليط بقى معايا جاهز، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. وهنزل بقى بقطعة لحمة كده واشوف، عايزة الخليط ده يبقى متماسك كده على قطعة اللحمة وما يقعش منها، شايفة ما بيقعش ازاي بكل سهولة؟ انا عايزاه كده يبقى متماسك على قطعة اللحمة. هنزل بقى بالكمية اللحمة بتاعتي كلها بعد ما شطفتها شطفة بسيطة كده، وهغطيها وهدخلها التلاجة تبات ليلة في التلاجة. عايزة تاخدي احلى طعم، وبجد بيبقى طعمها حلو قوي وشاربة من التتبيلة، سيبيها ليلة كده في التلاجة. انا اشتغلت من بالليل وتاني يوم كملت. بصي بصي الخليط متماسك ازاي على قطعة اللحمة. لو انت مستعجلة 3 4 ساعات كده واشتغلي فيها تمام. تاني يوم هنا معاكو بعد ما طلعتها من التلاجة، عايزة اوريكي الدقيق تقل كمان في الخليط ده في اللحمة، وبصي بقى متماسك وحلو خالص، ده اللي هيديني نتيجة ناجحة بجد 100%. اهو هنا بقى عندي الفيجيتار، ده فيجيتار جايباه سايب كده من عند العطار، بارد على حار. لو انت عايزه تعملي فيجيتار يبقى تتبليه كده بشويه تتبيلات حلوه كده، توابل من عندك. حابه تستعملي فيجيتار براحتك، مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان انت تضغطي كده بكف ايديكي
عشان الفيجيتار يتماسك كويس في قطعة البفتيك وما يقعش منها بسهولة. اهو بصي بكف ايدي كده وبغرقها كده من الفيجيتار وبفضل اضغط كده بايدي. واهم حاجة كمان ان انت تجيبي لحمة صغيرة من عند الجزار، لاني جربت صدقوني ان انا اجيب لحمة كبيرة واعمل بيها البفتيك ما نجحتش خالص معايا، وكانت اللحمة مش بتستوي وبتشد وما كانتش حلوة خالص. فتجيبي كده لحمة تكون صغيرة عشان تستوي معاكي بسرعة. وهو لما بيرققها كمان آه يعني بيخلي اللحمة تستوي معاكي بسرعة. تمام. وبين كل طبقة وطبقة انا بحط كيس كده من اكياس السندوتشات بفرده كده وبحطه عشان ما يلزقش في بعض. زي ما قلتلك اهم حاجة تضغطي كويس جدا وانتي بتغلفيها كده بالفيجيتار. شايفين حلوة ازاي والفيجيتار متماسك عليها ازاي؟ عشان احنا مشينا على الخطوات صح، ولحد دلوقتي بجد النتيجة فظيعة. وهقلي معاكم كمان وهوريكم الزيت كان نضيف قد ايه، وموقعش منه فيجيتار في الزيت ولا اتحرق ولا الكلام ده خالص. هنا زي ما قلتلكم فصلتها باكياس وهدخلها الفريزر كده نص ساعة تمسك نفسها كده وترتاح، وهنرجع نقلي مع بعض. اهم حاجة تدخليها التلاجة او الفريزر كده ترتاح نص ساعة تطلعيها بقى تشتغلي فيها على طول. هنا حطيت كمية حلوة من الزيت وحطيت عليها كده قطع البفتيك بتاعتي. بصي وانا بقلبها ما وقعش الكفر ولا اي حاجة. ساعات وانا كنت بقليها كنت الاقي كده الكفر الفيجيتار ده اتنفخ كده في النص ووقع، واللحمة كمان كانت لما بتتنفخ كده ما بتستويش عشان الكفر كان بيقع منها، فبجد ما كانتش حلوة خالص. هنا بصي بعد ما عملت كمية حلوة الزيت نظيف وزي الفل، وعملت كمان صينية مكرونة بالبشاميل بطريقة كده امهاتنا، طريقة زمان الحلوة من غير جبن ولا اي حاجة. بصي الزيت نضيف وزي الفل ازاي. عملت نص الكمية وكمان اتبقى كمية حلوة تاني هحتفظ بيها في الفريزر. عملت على قدنا كده تمام، وخرجتها كده على مناديل صفتها. وهنا بقى عايزة اوريكم الجمال والحلاوة. انا بحب المكرونة كده سايحة ونايحة وما بحبهاش تتماسك، فهي كانت سخنة عشان كده كانت مفتفتة يعني ما كانتش متماسكة. هنا بقى هوريكم الجمال وقد ايه. بصي وانا بقطعها الكفر ما خرجش منها. بصي شكل اللحمه من جوه عامله ازاي، بجد كانت مستويه ودايبه وزي الفل. وبصي وانا بشدها كده الكفر ما وقعش ولا اي حاجه. بصي اللحمه مستويه وحلوه خالص، بجد كانت تحفه. وطعم التتبيله كمان حلو قوي. بصي الكفر انا اللي بشيله بايدي ما وقعش خالص خالص من قطعه البفتيك. بصي اللحمه عامله ازاي، بجد طعم وريحة بجد ما اقولكيش. والله انا متأكدة لو جربت الطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. طريقتها ناجحة ومضمونة. بصي اللحمة بتتقطع معايا بكل سهولة كده ودايبة، والكفر ما وقعش ازاي، بجد تحفة. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الطريقة بتاعتي دي والوصفة، بجد هتعجبكم قوي. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل، ومتأكدة ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم. سلام.